حضراتكم معالي وزير الثقافه الكاتب الكبير الاستاذ حلمي منمن والساده قيادات وزاره الثقافه اللي ساعدنا بوجودهم معانا النهارده، الاستاذ الدكتور نيفين الكيلاني رئيس قطاع صندوق التنميه الثقافيه، واستاذ حسن خلاف رئيس قطاع مكتب الوزير، وكبار فنانينا وكتابنا وشعرائنا العظام الموجودين في هذه القاعه. انا عايز اقول انه هذا التقليد بدأ في الواقع من سنتين، وهو التقليد بدأ واحد موجود معنا ايضا النهارده في هذه القاعه، وهو رئيس قطاع الانتاج الاسبق الاستاذ الدكتور سيد خاطر. وبالفعل يعني لحظه التكريم الرائعه اللي بدأت من سنه لما اطلقنا اسم الاستاذه الدكتوره هدى وصفي على قاعه مسرح الهناجر، واسم الراحل العظيم الاستاذ عبد الغفار عوده على قاعه مسرح الغد، وهيليها باذن الله تكريمات كثيره لكبار نجومنا وروادنا باطلاق اسمائهم على القاعات والمسارح بتاعتنا، علشان نظل دائما متذكرين هذه القامات، متذكرين ان مصر دوله عظيمه وكبيره مهما حاول اي حد انه ينسيها دورها الكبير. في الواقع انا في هذه الاحتفاليه قلنا هنعمل ايه في اليوم زي ده؟ ايه بحجم سميحه ايوب؟ ايه هنعمل شهادات، يعني ناس هتقول عصرة ايه، هنعمل فقره موسيقيه، هنعمل كذا كذا، لكن انا فضلت اختيار مختلف. فضلت ان احنا نسمع مدام سميحه ايوب، وتضافر ناس كتير جدا في هذا العمل اللي هتشوفوه دلوقتي، المركز القومي للسينما مع الدكتور احمد عوض، المركز القومي للمسرح مع الدكتور مصطفى سليم، والبيت الفني للمسرح مع الاستاذ فتوح احمد، وايضا صندوق التنميه الثقافيه. وانا بشكرك جدا على هذا التعاون الدائم اللي بيتم بقلب شديد، تضافر معنا في هذا المنتج اللي هتشوفوه النهارده. النهارده سميحه ايوب هتحكي براحتها عن المسرح القومي، فخلونا نسمع